لو سألنا عن لون الكورة دي دلوقتي، الشخص الأول متأكد إنها بيضة، والشخص التاني متأكد إنها سودة، لأن كل واحد فيهم شايف الكورة من زاويته. بس لو بدلنا أماكنهم، الشخص التاني هيشوف إنها بيضة، والشخص الأول هيشوف إنها سودة، والموضوع هيتعكس. الكورة مجرد مثال بسيط، الفرق فيها بسبب مكانها، ولكن الفكرة أعمق بكتير، لأن مخك مش كاميرا بتسجل الواقع زي ما هو، مخك بيفلتر عشان يوريك نسخة للحاجة اللي قدامك تتماشى مع اللي انت مصدقه، وبيقلل اي حاجة تخالفه. حتى لو الصورة اللي قدامك كاملة هيختار منها اللي يريحه وبس. وده بيحصل لنا كل يوم في اي خلاف بنشوفه في حياتنا، سواء في البيت او في الشغل او مع الاصدقاء. مهما كان كل شخص شايف ان الحاجة اللي شافها من منظوره هي صح 100%، واللي قدامه غلط مليار في المية. واصعب حاجه ان مخك بيديك احساس زائف بالثقه، وكل ما زادت ثقتك ان انت 100% صح واللي قدامك 100% غلط، تاكد ان انت شايف نص الحقيقه. فالمره الجايه اللي تحس فيها ان انت متاكد 100% ان اللي قدامك غلط وانت صح مليار في الميه، لازم قبل ما تعمل الحكم ده تحط نفسك مكان اللي قدامك عشان تشوف وتفهم هو بيقول كده ليه. وعلى فكره ده مش عشان تتنازل عن رايك، ده عشان ممكن يكون في احتمال ان انت فعلا تكتشف ان انت شايف نص الحقيقه بالظبط زي ما الشخص الآخر شايف نص الحقيقة وفاكر إنها كاملة. وخليك دايما واعي.